مجلس النواب وافق على قانون جديد بيخص اللاجئين في مصر، والقانون ده عبارة عن كذا حاجة كده. تعالى أقول لك القانون ده عبارة عن إيه، وأتمنى إن أنتوا توصلوا القوانين والفيديو ده لإخواتنا، سواء بقى سوريين، فلسطينيين، أي لاجئين في مصر. طبعا على عيننا وعلى راسنا، بس وصلوا لهم الفيديو ده. تعالى أقول لك بقى مجلس النواب قال إيه. أول حاجة، ياخدوا رعاية صحية مناسبة وأجر مناسب للشغل اللي بيعملوه. تاني حاجة، إن اللاجئ عنده نفس حقوق الأجنبي، وكل طفل له الحق إن هو يتعلم زيه زي أي طفل مصري عادي جدا. يمارسوا الشعائر الدينية في دور العبادة المخصص ليه. اللاجئين مش هيدفعوا أي ضرائب زيادة عن المواطنين المصريين. كمان من حق اللاجئ انه يأسس شركته او ان هو ينضم لأي شركة، يعني يشتغل في اي شركة زيه زينا عادي خالص. كمان من حقه ان هو يتنقل في اي حتة في مصر ويقعد في اي مكان زي ما يحب. لو معاه شهادة دولية، الشهادة دي معترف بيها في مصر، يعني مش هيعمل معادلة او الكلام ده كله، لا، شهادته معترف بيها في مصر. من حقه ان هو يرجع بلده في اي وقت، ومن حقه ان هو يقدم على الجنسية المصرية في اي وقت. دي كانت قرارات مجلس النواب الخاصة بقانون اللاجئين الجديد في مصر. مرة تانية، انتم منورينا ومشرفينا وعلى راسنا. وصلوا الفيديو ده لكل حد بيعرف حد لاجئ في مصر، علشان لو مش عارفين القوانين دي يبقوا عارفينها.